سأعود للقتال مجددا، لكن ليس من أجل المنافسة على اللقب، وإنما أريد من أبناء الصغار أن يرونني وأنا أفوز بالضربة القاضية، وهذا هو أكبر حافز لي. ستكون عودتي للحلبة هذه المرة قوية. هذا ما قاله الأسطورة المغربي بدر هاري في أحد اللقاءات الصحفية قبل نزاله الأخير ضد أليستر أوفريم. لكن بعدما خسر بدر نزاله ضد أوفريم قال بأنه سيتوقف عن القتال بشكل نهائي، حيث فاجأ الجميع بقرار صادم، وهو أنه قرر الإعلان عن خبر اعتزاله لرياضة الكيك بوكسين. لكن منظمة غلوري وقفت أمام هذا القرار، وبذلك فبدر هاري سيعود للحلبة مجددا، وهذه المرة سيعود وهو كله عزيمة من أجل الانتصار. خبر لم تعلن عنه بطولة غلوري بعد، لكن خبر عودة بدر من الاعتزال ناقشته قنوات تلفزيونية هولندية، كذلك قنوات كبيرة مختصة في عالم الرياضات القتالية. الجميع يتحدث عن عودة بدر. هذا الأمر ليس مستحيلا، وإنما هناك العديد من الرياضيين الذين عادوا أقوى وأعنف بعد فترة من التوقف. بدر بعد أن تحدثت معه بطولة غلوري بشأن عودته للحلبة مجددا قال بأنه سيتوقف قليلا، يحتاج بعضا من الوقت لكي يعود. هذا ما قاله بدر. هو قد لمح لنا بأنه سيعود من الاعتزال، لكن في حالة قرر بدر العودة فلا يمكنه مواجهة المقاتلين المصنفين الأوائل، لأنه بسبب هزائمه المتتالية تراجع في ترتيب المقاتلين، وبذلك بدر إن عاد سيواجه مقاتل متأخر أيضا في ترتيب المقاتلين. ربما نزال بدر هاري القادم سيتم الإعلان عنه في بداية العام المقبل، لأن بدر حاليا ابتعد عن التدريبات وتوجه إلى بلده الأم المغرب، حيث سيقوم بافتتاح صالات رياضية في عدة مدن مغربية. فكل التوفيق لبطلنا المغربي بدر هاري في مسيرته القتالية. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابك بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.